بجد من اجمل الحلويات الصيامي اللي انا عملتها. البسبوسة دي فعلا روعة. انا من الحلويات اللي خلاص هعتمدها في كل الحلويات اللي انا بعملها في الصيامي. تحفة تحفة تحفة. ألذ واجمل بكتير من ام سمد ومن ام زبادي. لا فظيعة، لازم تجربوها يا جماعة. بجد شكرا شكرا ليكم انكم بعتولي الوصفات بتاع البسبوسة دي. انا هجرب كل واحدة وهقول لكم رأيي فيها ايه. بجد شكرا جدا للي بعتتلي الطريقة دي، عملتها حلوة جدا. جربوها بجد هتعجبكم. تعالوا بقى شوفوا مرملة وجميلة ازاي. انا جبت إيه بولة، حطيت فيها كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، كوباية اللي هو الكولا اللي من غير البيضة، يعني الى 7 او سبرايت، يعني اللي هي البيضة يعني. وابدا اقلبهم كلهم كويس كده، ادوب بالسكر بس شوية. وبعدين كنت جايبة السميد العادي، ما جبتش الشركات ولا اي حاجة، سميد عادي من عند العطار او من اي محل بيبيع بتاع الحلويات، بيبيع السميد. حطيت 3 كوبايات بالظبط. المج اللي انتي بتعايري بيها او الكوباية اللي بتعايري بيها خليها واحدة عشان تعرفي تظبطي المقدار. وده جوز هند ناعم، حطيت معلقة جوز هند ناعم. ومش بعجن، انا بقلب بس، بخلط المكونات كلها مع بعض عشان ما تقلبش معاكي بقرص او تبقى يعني تشقق معاكي. انتي بس بتخلطي بس المكونات كلها مع بعض. بتجيبي صينية مدهونة زيت، بتفردي كل المكونات دي مع كده فيها، وتكوني مسخنة الفرن. تدخل على درجة حرارة الرف الأوسط، درجة حرارة 180 أو 200 على حسب سخونة الفرن عندك. وبعدين بتكوني مجهزة الشربات سخن وهي في الفرن. كوباية ونص سكر، وكوبايتين مية، وعصرة ليمونة. وشوفوا ناجحة جدا، بدليل ان اول ما حطيت الشربات شربته. تعرفي البسبوسة ناجحة معاكي لما تشرب الشربات بتاعها. وكانت جميلة ولذيذة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ومتنسوش تتابعوني على اليوتيوب وصفات سارة، والفيسبوك كنتم مع سارة في وصفات سارة. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.